أعلن الوكيل العام ديال الملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط باللي الاستمرار في اعتقال السجين محمد زيان ما في حتى شي تحكم، بل هو إجراء كي فرض القانون. وجاء في بلاغ ديال الوكيل العام باللي من بعد ما تراوج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بلاغ منسوب لأسرة السجين كي يقول باللي داخل في إضراب على الطعام، حيث كي يعتبر راسه في حالة اعتقال تحكمي منذ 21 نوفمبر 2025 من بعد ما سأل العقوبة الحبسية واللي تحكمات عليه. ومن بعد باش يوضح للرأي العام، أكد الوكيل العام باللي المعني بالأمر سابقا اتحكم في جوج ديال القضايا. الأولى صدر فيها قرار ولا نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، حكم عليه ب3 سنين ديال الحبس النافذ وبدأ ينفذ هذه العقوبة في 21 نوفمبر 2022. وزاد نفس المصدر باللي في فترة قضاء هذه العقوبة قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط نهار 10 يناير 2024 يديروا في الحبس احتياطي على ذمة قضية تانية متعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، وصدر في هذه القضية قرار جنائي تأيد استئنافيا في 7 ماي 2025 حكم حتى هو ب3 سنين ديال الحبس. وهذا القرار طعن فيه المعني بالنقد، وهذا علاش الاستمرار في اعتقاله من بعد 21 نوفمبر 2025 كي يبقى اعتقال قانوني، حيث ما زال في نظر القانون معتقل احتياطي على ذمة هذه القضية الثانية. وشدد البلاغ باللي دفاع المعني بالأمر وقت ما اقتنع باللي كاينين جوج ديال السندات لوضعه في الحبس على سبيب جوج قضايا مختلفة، قدم في 4 نوفمبر 2025 طلب لمحكمة الاستئناف في الرباط كي يطلب فيه إدماج العقوبتين اللي تحكموا عليه. والنيابة العامة عرضت هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة في جلسة 12 نوفمبر 2025، وتأجلت القضية لجلسة 26 نوفمبر 2025 بناء على طلب دفاعه. وخلص الوكيل العام ديال الملك باللي واستنادا لهذه المعطيات كلها، الاستمرار في اعتقال المعني بالأمر ما في حتى شي تحكم، بل هو إجراء في إطار القانون، حيث القضية الثانية اللي الدين فيها ما زال مصدرش فيها حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وأكد باللي النيابة العامة غادية تبقى حريصة على التطبيق السليم ديال القانون فيما يخص الوضعية الجنائية دياله.